ستات مهما عملت لها هتفضل شايفاك قليل، تولع صوابعك ال10 شمع وتعمل المستحيل وتستحمل كل حاجة علشان سعادتها وتراضيها. ويا سلام بقى لو هي واهلها وانت عمال تراضي من هنا وتراضي من هنا، وفي الاخر ولا كأنك عملت حاجة، مش علشان انت قصرت، لا، علشان هي اصلا مش بتشوف غير نفسها، وده اللي بيخليها تدخل في دايرة الاستغلال. هي شايفة ان كل حاجة حق مكتسب. النوع ده لو اديتها وقتك تقولك قليل، ولو اديتها اهتمام تقولك ده واجب، ولو اديتها حب تقولك ده طبيعي. تأذيك نفسيا وتلبس دور الضحية في الحياة الزوجية. الأخطر بقى إنك تفضل تحاول تثبت نفسك لحد ما تفقد نفسك، وتفضل تدي من مشاعرك ومن كرامتك لحد ما تكتشف إنك بتدي من غير مقابل. وده للأسف مش حب، ده استغلال تحت اسم الحب. للأسف في ستات مهما علتهم وعليت بيهم هيفضلوا شايفينك تحت، ومهما اديت هيطلبوا أكتر. افهم دي كويس، اللي مش بيقدرك مش هيتغير علشانك، واللي شايفك قليل هتفضل قليل في عينه حتى لو بقيت كل حاجة. الحل الوحيد، في ناس افضل حاجة تعملها معاها انك تبطل تحاول وسيبها تعيش مع وهمها وانت عيش بكرامتك. السؤال المهم، انت شايف انك تفضل تحاول ترضي ده ممكن يخليها تتغير، ولا مهما عملت عمرها ما تتغير؟ يا ريت تقولي رأيك في تعليق، ولو الفيديو لمسك اعمل لايك وشير علشان يوصل لكل الناس، وابعت الفيديو ده لزوجتك يمكن تفوق من الوهم والاستغلال اللي هي عايشة فيه. وعايزه اقول لكم ان ورا كل نضاره سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. انا اسيا عبد الرحمن ودي نضاره سودا. سلام.